اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا الفيديو دوت متصور قبل الصيام عشان محدش يقول لي مروانتي الصبح كده وفي ناس صايمة تمام يا حبايبي. فكده وديت الولاد الامتحان وجيت فطرت وشربت حاجة وبدأت يومي بقى. فكده مليت البانيو بشوية ربس صغيرين وهنزل فيهم بس الستاير، يعني انزل التراب اللي فيها بس قبل ما احطها في الغسالة، يعني عشان اضمن ان هي اتغسلت كويس. بس هي نضيفة يعني ما نزلتش حاجة، حتى انا هوريكم المية دلوقتي اللي نازلة منها ما نزلتش تراب ولا حاجة، بس عشان يعني تبقى كل حاجة مغسولة ونضيفة. تمام يا حبايبي، الفيديو ده زي ما قلت لكم متصور قبل العشر ايام صيام يعني. فكل حاجة احنا اتفقنا محتاجة ان هي محتاجة مجهود ومحتاجة وقت وكده، ان احنا هنخلصها يعني بدري بدري كده، ونخلص شقتنا بالراحة واحدة واحدة، اللي عايز يتمسح اللي عايز يتلمع، تبقى حاجات خفيفة كده علينا ما تحتاجش مجهود ولا حاجة مننا ان شاء الله. كده بس هديها دورة خفيفة خالص في الغسالة وهنشرها، يعني مش محتاجة اي حاجة تاني. وكده حبايب هنغسل بقى السجاد. انا هغسل بس المشايات في البيت عشان الحمام عندي يعني مش واسع، فهغسل بس المشايات وبقية السجاد الكبير هنزله يعني المغسلة. مننساش يا حبايبي في الأيام دي الدعاء والصلاة والاستغفار، وندعي لأولادنا كتير ربنا يصلح حالهم ويهديهم يا رب وينجحهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله نضيف السجاد، حتى مش بينزل برضو، المية اللي نازلة منه نضيفة مفيهاش أي حاجة. بس انتوا عارفين بقى احنا في العيد بنحب كل حاجة تكون نضيفة ومغسولة وكده. انا اللي بغسل بيه ده يا حبايبي ده شامبو سجاد جايباه من عند بتاع الصابون عادي سايب، يعني يعني عادي كده، محتاجة ب10 بأي حاجة بيديكي عادي، وبينضف وحلو قوي. بشغل بس معاه كده المية بيطلع رغاوي اكتر وبينضف معايا اكتر. عندك بنوتة بقى خلصت امتحانات، هما بيحبوا يساعدوا في الموضوع ده قوي، خليها تعمل معاكي برضو وتتعود، وعوديها تعمل معاكي كل حاجة، تنظيف، وقفيها معاكي في المطبخ، حتى لو مش هتعمل يعني حاجة كاملة طبخة او كده كاملة، هتتعود تعمل اي حاجة. وقفيها على الحوض تغسل طبقين تغسل كوبايتين، يعني مش معنى ان هي خلاص خلصت امتحان خلاص بقى تفضل قاعدة ما تعملش حاجة، لا عوديها تعمل في اوضتها، ترتب اي حاجة، تطبق دولابها، تعمل اي حاجة برضو معاكي في البيت، تبقى عارفة ان في حاجة اسمها مسؤولية وفي حاجة اسمها بيت لازم نعمل فيه، وتطلع شطورة يعني. ربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب، ويكفينا شر اي حاجة وحشة من اللي بنسمعها دي. جماعة انتوا عارفين ان انا لسه ده تاني فيديو اسجله معاكم، فاعذروني معلش اني بركن كتير كده، يعني ما بتكلمش كتير، فواحدة واحدة. بس ادي المشاية التانية خلصت، ما اخدتش اي وقت. بوقفهم بقى كده وبفضل اشطف فيهم كويس، يعني
كتير، مرة واتنين وتلاتة، لحد ما احس ان خلاص نضفوا وما بينزلوش اي مية مش نضيفة. تمام كده، شطفتهم كويس ووقفتهم اهو يتصفوا. هسيبهم بقى لاخر النهار لحد ما الستاير تكون نشرتها ونشفت، واحطها على السور ان شاء الله. ادي الستاير اهي، مش هتاخد وقت، على اخر النهار ان شاء الله هكون لميتها وهحط السجاد. وكان عندي برضو شوية غسيل حطيتهم في الغسالة ونشرتهم كمان اهو. ولبس المدرسة بقى، كل سنة وحضراتكم طيبين، خلاص الولاد كان اخر يوم في الامتحان، جم وغسلت لهم برضو لبسهم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. احنا هنا بقى هنعمل ايه دوت، عزبان او ممبار، يعني مش عارفة انتوا بتقولوا عليه ايه، بس احنا هنا في اسكندرية بنقول عليه عزبان. انا بقطعه كده يعني الواحدة على قد ما انا بحب، بيكون الصباع قد ايه، بيكون معايا سهل في التنظيف وفي القلب تحت المية وبيكون سهل يعني في كل حاجة. الاول كنا بنسيبه طويل، يعني الواحدة طويلة على بعضها، بيبقى صعب في كل حاجة، صعب في التنظيف وصعب في الحشو، وكنا بنقعد نربط بقى بخيط. لا دلوقتي لا، انتي بتقسمي اللي بتقطعيه كده على قد الصباع وبتنضفيه كويس. وفي الحشو بصي ما بياخدش معاكي وقت خالص. بصوا، في ناس ما بتجيبوش تنضفه في البيت بصراحة، بس انا مش بحب اللي بيتجاب متنضف جاهز ده، لاني مش عارفة، بحس انه مش عارفة، يعني انا سمعت انه بينضفوا بمواد كيماوية وكده، فمش عارفة يعني لما بيبقى ابيض قوي كده. انا بصراحة استغربت، لان انا هوريكم دلوقتي بعد ما بيتنضف وبيبقى زي الفل بيكون لونه عامل ازاي. لكن الابيض الشفاف اللي بنجيبه من بره ده، انا مش عارفة بصراحة، مش عارفة بيكونوا عاملين فيه ايه. حتى الكرشة كمان بنجيبها مش بحب اجيبها بصراحة متنضفة جاهزة، يعني بحب كل حاجة اعملها قدام عيني كده في البيت. بس تنظيفه سهل خالص، يعني انتي بتقلبيها تحت المية وبالسكينة وبتحكيها كده وخلاص، بس ما بياخدش اي وقت ولا اي مجهود. تمام يا حبايبي، بنعمل كل الكمية بقى بالشكل ده. انا مجهزة الليمون اهو. اهم حاجة بعد ما تنضفيه وتغسليه كويس خالص، النقع بقى، انقعي في مية بملح بليمون، عشان ما يبقاش فيه ان شاء الله اي زفارة، تبقي متأكدة من نظافته. تمام، انا قلت اعمل معاكم كمان وحدتين اهو. خلاص يا حبيبي، كده عملنا كل الكمية، هنشطفها تحت المية. تمام. بصوا بقى، انا اللي بيطلع ده عشان ما يسدش الحوض ما بحطوش في الحوض بصراحة، في كيس كده او في علبة مش عايزاها ولا حاجة، يعني بتخلص منه، يعني مش بحب اغسله في الحوض عشان ما بقاش حاسة ان انا سديت الحوض ولا حاجة. بس طبعا في الوقت ده لازم بقى تغسلي كويس قوي بقى، يعني انا ما برتاحش بصراحة في ولا غسيل صابون بس ولا حاجة، انا بيريحنيش في الكلام ده غير شوية كلور كده، واغسل كويس بعديهم وخلاص، عشان ما يبقاش فيه زفارة ولا اي حاجة. اهو مية وصابون كلور،
هبقى متأكدة ان مفيش زفارة. جماعة انا للحوض عاملة ليفة، حتى تلاحظوا ان هي بيبقى لونها غير لون الليفة اللي انا بغسل بيها المواعين، عشان تبقوا واخدين بالكم. بس يعني الحوض عامله له ليفة غير ليفة المواعين. وهنا مية بصابون بكلور اهو، بغسل وبظبط عشان خاطر ميبقاش فيه اي ريحة زفارة يعني او حاجة. بنشطف كويس طبعا عشان برضو الكلور ما يكونش غلط، بنتأكد ان احنا شاطفين كويس. بغسله بقى بغسله غسلة كويسة، وبقلبه برضو تاني على الوش التاني. تمام. بيبقى سهل خالص في القلب، بدل ما تحت الحنفية بيبقى سهل خالص. وانتي شغالة كده برضو بتحك كده يعني بصباعك كده، لو في اي حاجة لسه السكينة ما شالتهاش بتطلع معاكي بسهولة تحت المية. طبعا يا حبايبي انا بقول الكلام ده لحبايبي اللي لسه مبتدئين. تمام، لكن انا عارفة ان كلكم شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجة طبعا، وبنتعلم منكم على فكرة. هو بيبقى الغرض من الفيديو يا حبايبي ان انت يعني تجيبي حاجتك وتعمليها قدامك في البيت، تبقي متأكدة من نظافتها، متأكدة ان مش يعني مش متنضفة بأي حاجة، يعني قدامك اهي وتحت المية وهتنقعي، وتبقي متأكدة من كل حاجة قدامك، بدل ما تجيبي الحاجة متنضفة جاهزة. مش معنى كده مثلا ان بقولك ما يعني ما تجيبيش جاهز، لا عادي براحتك، يعني اوقات ما بيبقاش في وقت على فكرة، تبقي مستعجلة، ما عندكيش وقت ان انت تجيبي وتنضفي، عادي هاتي جاهز ما فيش مشكلة، متنضف جاهز قصدي. بس يعني بدل ما في وقت وتقدري تعملي في البيت، ربنا يدينا الصحة كلنا ونعمل حاجتنا في بيتنا ان شاء الله. تمام، فكده هنقع بقى بملح وليمون واسيبه جنبي شوية. تمام، لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى جبت الصابون وجبت نقطة كلور واحدة، عشان برضو محدش يقول انك بتحطي الكلور على الصابون يا مروة وبتغسلي بيه المواعين والاكل وكده يعني المواعين بنحط فيها اكل. بصوا يا جماعة دي نقطة نقطة، وبصي حسب الارتياح، انا ما برتاحش لما بكون غسلة زفارة فراخ سمك اي حاجة، ما برتاحش غير لما احط نقطة كلور كده في علبة الصابون دي، يعني نقطة في العلبة دي ما تعملش حاجة. وبعدين انتوا شايفين انا بشطف كويس جدا. تمام. بص حبيبي العلبة دي فيها شاور، انا حطاها كده على الحوض
لما بعمل اي حاجة فيها زفارة او اي حاجة بغسل ايدي منها يعني. نجيب بلانشة تانية اهي خالص غير اللي احنا عاملين عليها العصبان. ودي الكرشة. بصوا هي متنضفة بس اختي بصراحة اللي منضفاها لي، اختي الكبيرة، ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لولادها كده ويخليها لنا يا رب. دي في مقام امي يا جماعة. ربنا يخلي لي ولادي اخواتي وولادي يا رب، ويخلي لي اخواتي كلهم. بصوا هي منضفاها لي، كتر خيرها طبعا وربنا يديها الصحة ان هي وقفت وقدرت تعملها لي. بس انا برضو بعيد عليها لو في حاجة كده برضو محتاجة ان انا اشيلها بشيلها. والظهر كده بيبقى فيه، هي قالت لي مروه انا نضفتها لك، بس لو في الظهر كده يعني حاجة عايزة تتنضف عايزة تتشال فعيدي عليها برضو. فانا هعملها كده معاكم وهوريكم لو سيبناها في الفريزر ما عملناهاش على طول يعني هنعملها ازاي. احنا قبل كده طبخناها مع بعض هي والفشة، سلقنا كله سليم كده بعد ما نقعناها طبعا ونضفناها وظبطناها، سلقنا كله سليم وبعد كده قطعنا وسبكنا سبكنا لها وحطيناها. لا كده هعملها لكم بقى بطريقة تانية. امي ربنا يديها الصحة يا رب بتعملها كده، ان احنا بعد ما بنقطعها بنشوحها وبننزل اي مية بتنزل منها وبعد كده بنطبخها. او لو عايزة تحطيها بقى عفوا، لو عايزة تحطيها في الفريزر لأي وقت تحبي تعمليها بتطلعي الكيس يا دوبك على التسبيكة على طول. هنا بشيل هنا بشيل اي جلد طبعا فيها من ورا بتكون مش نظيفة او كده، وبتكون يعني محتاجة ان هي تتشال يعني ملهاش لازمة فبشيلها. وعشان تبقى سهلة معاكي في التنظيف يعني وانتي بتشتري من جزار هاتي الحتة الناعمة، يعني الحتة الناعمة دي ما بتاخدش معاكي مجهود خالص، يعني دوبك بتحطيها في المية السخنة وبتطلعيها، يعني دوبك بتحطيها بس كده وبتطلعيها على طول وبتحكي بالسكينة بتنضف معاكي على طول. لكن الحتة الخشنة ممكن بتغلبك بقى شوية. تمام هنا هغسلها برضو كمان غسلة وهقصقصها بقى وانقعها واقول لكم هنعمل ايه. تمام يا حبيبي هنا بقول لكم اهو بقطعها حتت صغيرة خالص يعني عشان ما يعني بتبقى كده صغيرة، بحبها كده صغيرة احسن بصراحة. انا لقيت السكينة هتغلبني فقلت هشتغل بالمقص احسن. سكاكيني كلها عايزة تتسن بصراحة. تمام يا حبايبي كده عملت بقى الكمية كلها اهو. تمام قطعتها كلها هنقعها بقى. هغسلها برضو كمان غسلة كويسة وانقلها.
ما تنسوش يا حبايبي تدعوا بكل اللي نفسكوا فيه. الايام دي جميلة جدا جدا جدا، يعني فضلها عظيم. ربنا يا رب يرضينا كده، وكل دعوة بندعيها ربنا يحققها لنا ويصلح حالنا وحال ولادنا يا رب. وحددوا لنفسكم يا جماعة كل يوم ذكر، يعني نحدد ذكر كده كل يوم واحنا شغالين كده نقوله. تمام، يعني عايزين نستفاد بالأيام دي يعني بكل حاجة، بالذكر بالدعاء بالصلاة. يعني انتي وقفتي مثلا في المطبخ فترة طويلة كده، يعني استفادي برضو فيها، استغفري، سمي الله وانتي بتعملي حاجتك كده، اذكري الله. تمام يا حبايبي، عبال بقى الكرشة ما تتنقع شوية، انا طلعت العصبان اهوت هصفيه. تمام، يتصفى كويس ونشيله بقى ان شاء الله كده لحد ما نطلعه ونعمله. بس انا هخلي شوية بصراحة اعملهم، يعني انا ولادي بدل ما في عصبان لا مش بيستنوا عليه ان هو نستنى يعني نعمله وقت تاني، فهخلي لهم شوية كده نعملهم وهشيل الباقي نعمله مع بعض برضو لما ان شاء الله نبقى نطلعه. تمام كده، برضو الكرشة كمان كانت خدت وقت، يعني انا جريت الفيديو بس هي خدت وقت عبال ما نقعتها وشطفتها، يعني هي اخدت وقت اتنقعت كويس يعني في الملح والليمون. هنا جبت حلة ما فيهاش اي حاجة، سخنتها على النار وهنزل فيها الكرشة وافضل اقلب فيها يا جماعة. هتنزل سوائل، كل ما تنزل سوائل في الحوض اصفيها. هوريكم دلوقتي هعملها ازاي، بس بعمل الغطا كده، اسيب منه حتة مفتوحة واروح على الحوض اصفي المية. تمام، وارجع ارجعها تاني على النار وهكذا. تمام، هعمل الحركة دي يعني 3-4 مرات كده لحد ما اتأكد ان خلاص ما عادش فيها مية خالص. تمام كده برضو صفيتها ورجعتها تاني اهو. تمام حبايبي، كده بوريكم بقى ان بصوا كده خلاص ما عادش فيها اي سوائل خالص اهو في القعر خالص. فهحط لها حبة فلفل بس تتشوح بيهم وخلاص. خلاص يا حبايبي كده شوحتها، سبتها بردت، عبيتها اهو في الكياس. تمام، والعصبان برضو اتصفى، عبيته، خليت بس كده شوية اعملهم. جماعة هو ده لونه الطبيعي على فكرة، من غير بقى ما يتحط له اي كيماويات ولا اي حاجة. يعني اللي بنجيبه جاهز ده بيبقى شفاف، مش عارفة بصراحة بيتحط له ايه. هنا عملت خلطة محشي عادي خالص وحشيته. بص بقول لكم بيبقى سمكه كده، يعني ما تعمليش سمكه اكتر من كده عشان ما يفرقعش منك. وهو كده يا جماعة من غير ما نربطه ولا حاجة، ولا بينزل رز ولا حاجة في الشوربة. والشوربة بتاعته عادية خالص، يعني شوربة زي ما بنعملها لأي حاجة، لفراخ لأي حاجة. تمام يا حبايبي، بس كده خلاص. كنت بوريكم كده خلاص يعني دخل في السوا. هطلعه بقى واحمره، وده شكله يا حبايبي. بألف هنا على قلوبكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وتقعدوا لها بخير يا رب، وتعملوا الحلو كله. ما تنسونيش بقى يا حبايبي بلايك واشتراك. مع السلامة.